هذا أسعد يوم في حياة الفرعون، طبعا بعد خسارة منتخبنا التونسي مع منتخب النمسا، وخسارة منتخب المغربي مع منتخب الفراعنة في كأس افريقيا أقل من 17 سنة. أكيد هو شو يبغى أكثر من هيك؟ المنتخب التونسي والمنتخب المغربي خاسرين في نفس اليوم، عنده عيد، هذا عنده اليوم احتفالات شماريخ، اليوم احتفالات ما تنتهي في مصر. ولا بعث لي في الخاص قال لي أنا ماني عارف ليه سعيد يا فرعون. إجا فكرك هذه المباراة اللي لعبها اليوم المنتخب التونسي هذه مباراة ودية راهي مع النمسا، مش مباراة رسمية في كأس العالم، مباراة ودية يعني حاصل نجرب يا حبيبي، مو كيما عملت انت مع روسيا البارح، ربحتي روسيا في بالك ربحتي لقب وجايب لي تامر حسني. يا فرعون وراك يا خويا. وبالنسبة للمنتخب المغربي هذه راهي اليوم مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، صدقني ولا مغربي فارقة معاه على المركز الثالث ولا الرابع، اصلا كأس افريقيا قرن 17 سنة هزتها المغرب عم ناول. فكرني انت في اخر مرة جبتي فيها الكوب دافريك، بالله فكرني، فكرونا في التعليقات اخر مرة الفرعون ربح. المهم شباب بيجي نقول لك يا فرعون، نهاية الاسبوع يوم الاحد عندك مباراة مع البرازيل. امم ناوي تربح البرازيل؟ لا هذه مش اسبانيا اللي لعبت لها ب10 في المرمى، لا هذه البرازيل، هذا فيني ما يرحمش هذا، فاهم ولا؟ صدقني بعد المباراة راح افشخكم واحد واحد. اوبا.